هواء عادي ولا نيتروجين؟ عماد جت في الفيديو ده هيقول لك بكل التفاصيل ازاي هتستفيد من النيتروجين وامتى تكون محتاجه وامتى تزود هواء عادي. اصلا الهواء العادي اللي حواليك ده جواه نيتروجين وبتزود جوه العجله. اللي بيحصل ايه؟ بقيه النسبه اللي موجوده من الاكسجين والغازات الاخرى ده الجهاز بيفلترهم وبيطلعهم وبيخلي لك العربيه الهواء اللي بيدخل عباره عن نيتروجين. طيب انا هستفيد ايه من النيتروجين؟ 4 مميزات هتستفيدهم. هتحافظ على الحراره بتاعه فرده الكاوتش بتاعتك. لو انت بتمشي على سرعات كبيره او كده فرده الحراره بتزيد او بتمشي في اماكن درجه حرارتها عاليه، النيتروجين نسبيا هيحافظ على الحراره وبالتالي هيحافظ على عمر الفرده يعيش معاك فتره اطول. رقم 2 استقرار الضغط داخل الاطار لفتره اطول نظرا لزياده كثافه النيتروجين وجزيئاته بتكون كبيره، فده بيخلي الفرده تسرب الهواء منها من الجناب بتاعه الاطار اقل نسبيا من الهواء العادي، فبتخلي الفرده بتحتاج تكشف عليها في فترات اطول نسبيا من الهواء العادي. رقم 3 تقليل تاثير الحراره على فرده الكاوتش نظرا ان النيتروجين تاثره بالحراره او ارتفاعه او نزوله مع الحراره بيكون ابطا من الهواء العادي، فده نسبيا بيخلي فرده الكاوتش تكون ثابته الحراره بتاعتها وده بيطول العمر الافتراضي بتاعها. رقم 4 تحسين استهلاك البنزين معاك هيكون احسن نسبيا نظرا ان انت دايما هتبقى ماشي بالعربيه النيتروجين ثابت جوه الاطار والضغط ما بينزلش ومفيش تغير فيه، فده بيحسن من استهلاك الوقود، الى جانب كمان ان عندك جوه نسبه الرطوبه بتكون اقل في الفرده، فده مع الجنوط الحديد هيقلل نسبه الصدى ونسبه التاكل بتاعها. احنا كده قلنا مميزات النيتروجين. ايه هي بقى عيوب النيتروجين؟ اول حاجه تكلفه اضافيه عليك وانت بتزود، بتلاقي تكلفه ان انت بتزود العجل النيتروجين التكلفه الاضافيه اكتر شويه من الهواء العادي. الجزئيه الثانيه مش متوفر بسهوله، مش عند كل الناس هتلاقي عندها مكنه النيتروجين، وده هيخليك تدور طول الوقت، او لو انت مضطر اضطراريا تزود فهتزود هواء عادي عند اي حد، فبالتالي الموضوع هيبقى داخل فيه تكلفه اضافيه وهترجع تنزل الهواء تاني وتزودها من البدايه نيتروجين. رقم 3 الفرق العملي موجود بس مش كبير قوي، يعني مش الملحوظ اللي هو ليه شروط، يعني ايوه في الاخر يعني انا هزود نيتروجين ولا هواء عادي على حسب استخدامك انت وعلى حسب الظروف اللي بتمشي فيها عربيتك. يعني لو بتسافر كتير وعلى سرعات عاليه وبتتعرض الكاوتشه معاك لحراره باستمرار بسبب السرعه او بسبب ان انت بتمشي في اماكن درجه حرارتها عاليه، ففي الحاله دي اقدر اقول لك زود نيتروجين. ولو بتتوفر قدامك او جنب بيتك او في طريقك دايما المكنه وموجوده عند حد انت بتتعامل معاه قريب منك، هقول لك زود نيتروجين. ولكن لو الموضوع مش سهل عليك، ساكن في مكان مثلا ما فيهوش المكنه باستمرار، مش محتاج العربيه طول الوقت، انت كده كده بتشيك هواء باستمرار وعندك امكانيه تعمل ده، هقول لك زود هواء عادي. قرر بنفسك نيتروجين او هواء عادي. مع عماد جاد للاطارات، اول متخصص في مجال وعلوم الاطارات في الشرق الاوسط. ان شاء الله بنغطي مصر كلها في الكاوتش. انتظرونا ان شاء الله، بنعمل ويب سايت تقدر تشتري من عليه بخصومات جباره. السلام عليكم.